بسم الله الرحمن الرحيم. الاهلي يفوز على زد 2-0. الجون الاول لاشرف بن شرقي والثاني لطاهر محمد طاهر. الحقيقه الماتش يعني فنيا متواضع جدا. الاهلي انا بشوف ان هو اداؤه لم يتحسن عن المباراه السابقه. الاهلي اداؤه فريق مش ما يبشرش بانه اداؤه بيتحسن من ماتش لماتش. حسين عموته الحقيقه ملوش بصمه على الفريق. بيقال ان هو شخصيته قويه، لكن احنا النهارده شفنا اي لعيب، حتى اللعيب اللي بينزل من على الدكه بيمسك الكوره ما بيبصش لزمايله بيشوط. طب انت مبدئيا واقف على الخط، انت المفروض تزعق، العب مع فرقتك. زيزو مستواه الحقيقه عوده كامباك جامده جدا للمستوى الموسم الماضي. والحقيقه زيزو واضح جدا ان هو مش هيأدي اداء جيد ولا هيتحسن. واضح انه يعني متاثر بتغيير مركزه، انك انت لما تيجي تكون بتلعب وينج يمين ويجي مدرب جديد وانت برضو عايز تبدا الموسم، فيجي يروح حطك في وسط الملعب. هو عاوز يلعب في مركزه. غالبا اي لعيب يعني بيبقى نجم، خصوصا النجوم، يعني لما تلاقيه تغير مركزه وهو عنده 30 سنه فيقول لك طب هو ده معناه ايه يعني؟ فهو ثقته بنفسه بتتهز اكتر، وطبيعي ان هو يكون الحقيقه اداؤه بالشكل ده. وان كان انا بشوف من الافضل انك انت تلعب وينج يمين بس تديله مهام دفاعيه. هي مشكلته انه ما بيدافعش. طب انت اديله مهام دفاعيه وقول له يعمل ايه في الدفاع وقول له يرجع. والله ما سمعش الكلام، انت ممكن تقعده دكه، انت مش ملزم تحطه في التشكيل حتى. يعني انت نجم كبير بس انت ما بتنفذش اللي بيتقال لك من المدرب، تقعد على الدكه. فده الحل مع زيزو من وجهه نظري. يعني ده الحل مع زيزو من وجهه نظري. كل واحد يعني المدرب حر والاهلي حر وجمهوره حر، لكن في النهايه لو انت عايز مستوى زيزو يتحسن، انما لو انت عايز تشوف زيزو هو مستوى وحش وما تتكلمش عنه وما تسمعش نقد عليه، ده موضوع تاني. يعني ربنا يوفقك ويهديك يعني. لانه الحقيقه برضو من ضمن الحاجات الغريبه جدا ضربه الجزاء بتاعت بن شرقي. احنا سمعنا ضربه الجزاء السنه اللي فاتت بتاعت وفا في ماتش سيراميكا، الكره في ايد المدافع سيراميكا، الدنيا خربت. طب ضربه الجزاء بتاعت بن شرقي، الكره في ايد بن شرقي، مصر كلها شافت الكره وهي بايد بن شرقي. نبتدي نسمع بقى تحليلات، اصله جايه من جسمه لايده، لا اصل المسافه قريبه، اصل هو ايه مش على الدواء بقى. ما هو ضربه جزاء وما اتحسبتش، زيها زي بتاعت سيراميكا، زيها زي بتاع كوع فتوح اللي المفروض ياخد طرد وما خدش طرد. ما احنا نبقى الحق حبيب ربنا يبقى على الكل، لكن هي ما تمشيش ماتش كده وماتش كده والفريق ده لا والفريق ده الحقيقه الحكام بتساعد الاهلي والزمالك. الحقيقه الاهلي بتساعد، الحكام بتساعد الاهلي والزمالك. دي الحقيقه لو انتوا عايزين الحقيقه، لكن عايزين بقى تكذبوا على نفسكم ده موضوع تاني. مبروك الاهلي فوزوا ب3 نقط، ومبروك لجمهور الاهلي اذا كان فرحان. وانا رايي انه الاداء سيء وما يبشرش الحقيقه بتطور في المستقبل. شكرا جدا لكم.